أريد أن أذكر بشيء مهم حتى يفهم المشاهد خلفية الاتهامات. في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، اللي هو الوقت الذي بدأ فيه القرآن، أو يقال لنا الآن أنه تكون فيه القرآن. على العموم، نهاية القرن السادس، لاحظوا المسيحية أين كانت؟ المسيحية كانت وصلت إيرلندا، موجودة في إسبانيا، في شمال إفريقيا، وحتى إثيوبيا في هذا الإطار، وأيضا في الشام، دمشق، في العراق، وصلت إلى كل هذه المناطق. تخيلوا، وقت محمد كانت هذه كلها مناطق مسيحية. العالم المعروف آنذاك أغلبه كان مسيحيا. حوالي 40 مليون نسمة، حوالي 40 مليون نسمة كانت مسيحية في ذلك الوقت. هذا الوقت الذي سندرس فيه الآية، خلفية هذه الآيات. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه مهم عندما ندرس آيات القرآن. والأحداث التي يتحدث عنها القرآن حصلت في نقطة صغيرة في هذا المكان، يعني لا تتعدى بضع مئات من الأشخاص. لو تكلمنا عن اليهود المحيطين بمحمد لقلنا الذين تعامل معهم محمد وكانوا يقومون بهذه الأفعال لا يتعدون المئات. فإذا نحن أمام مشكلة كبيرة جدا. خليني أذكر بعض الأشياء ربما ناقشتها في حلقات أخرى. نسخ الكتاب المقدس الموجودة لدينا الآن هي مطابقة لمخطوطات الكتاب المقدس، وهي كالتالي. أنا عملت حلقات لمخطوطات الكتاب المقدس يمكن الرجوع إليها، لكن ملخص: النسخة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان، موجودة قبل محمد بحوالي 300 سنة، بحوالي ما يقرب 300 سنة كتبت، يعني أو كانت مكتوبة قبل وجود محمد ب3 قرون، وهي لدينا الآن محفوظة في المتحف، وكتابنا المقدس مطابق لها، يعني قبل وجود محمد. النسخة السينائية أيضا نفس الشيء، حوالي 3 قرون قبل محمد، موجودة أيضا في المتحف. النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان، النسخة السينائية في المتحف البريطاني، النسخة الإسكندرانية أيضا في المتحف البريطاني بحوالي 100 خلينا نقول قرنين وشوية، يعني خلينا نقول حوالي 225 200 وكذا. إذن قرنين أو ما يتعدى القرن. إذا نحن أمام نسخ كثيرة، ونسخ الكتاب المقدس مطابقة لهذه المخطوطات. الأديرة كانت انتشرت ابتدأت في القرن الرابع، يعني وقت محمد كانت الأديرة منتشرة في العالم كله. كل دير على الأقل سيكون فيه كتاب مقدس واحد، إن لم يكن عشرات. آلاف الكنائس في العالم كانت موجودة، آلاف، لا أقول مئات، آلاف الكنائس موجود، لأنه 40 مليون نسمة على منطقة جغرافية ممتدة كثيرا يعني في العالم. فإذا عندنا آلاف الكنائس في العالم لديها على الأقل آلاف النسخ من الكتاب المقدس. هذا هو الوقت الذي وجد فيه القرآن وتحدث فيه محمد. إثيوبيا حيث هرب أصحاب محمد في الهجرة الأولى كما تخبرنا السيرة كانت دولة مسيحية، وكانت منتشرة فيها الكتب المقدسة. هل هاجروا عند دولة فيها كتب محرفة؟ ولماذا هاجروا عند دولة عندها كتب محرفة ولا تتقي الله وعندها تحريف وكل شيء؟ ولماذا لم يقولوا لهم آنذاك عندكم كتب محرفة؟ فإذا كل هذه الأمور دون أن نذكر اليهود الموجودين في العالم كله ومعابدهم. على الأقل ستكون مئات من المعابد اليهودية، واليهود كانوا مشتتين في العالم المعروف آنذاك كله. إذن عندهم أيضا نسخ من التوراة، عندهم نسخ من العهد القديم موجودة لديهم في معابدهم. في هذا الجو جاء القرآن.